حب النفس كمان الناس اللي بتحوش معلومات مش شرط تكون بس مفيدة لنفسه فقط، ما يكونش عايز يخلي اللي حواليه يعرفوا نفس الحاجات عشان ما يبان هو أعلى منهم، سواء ثقافة أو إنه معلوماته أكتر أو هو عارف حاجات أحسن وهو قريب أكتر من شخص معين فعارف عنه كل حاجة. ده نوع من الأنانية، عدم إشراك الآخرين في المميزات. عشان حب النفس ما يتقلبش الأنانية في خط معين ما نتعدهوش. نفس الحاجة في الطيبة ميزة كبيرة. الشخص الطيب بيحس بشعور الآخرين، بيحط نفسه في موقفهم، بيبقى متسامح لأنه طيب وفاهم إنه مش شرط اللي قدامي يتصرف بطريقة معينة يبقى عشان هو وحش أو هو عاوز يأذيني. بيحط نفسه دايما في موقفهم، بيتفهم، عقله متفتح، قلبه متفتح، مش عاوز يشوف اللي حواليه في أزمات، بيحاول يساعدهم قد ما يقدر. ايه الحدود برضو للطيبة عشان ما يبقاش استغلال او ما يبقاش ضرر للنفس؟ لما الطيبة دي تكون هتسبب ضرر للناس المسؤولة مني. فلو انا ربة اسرة او مسؤولة وعندي برضو اصحاب قريبين لازم احافظ عليهم، ما اقدرش ابقى طيبة بالدرجة انه اخلي عيلتي واصحابي ينضروا من الموقف اللي هاخده او العمل اللي انا هعمله.